السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طب احنا كنا واقفين عند الجزء بتاع الباترن هنا اخر مرة. دلوقتي انا كررته هنا، تمام، وبقى مرسوم بنفس الريفرنس تقريبا. زي ما قلت لك، لو انت شايف في اختلاف بينه وبين الريفرنس تقدر تاخد وقتك فيه وتظبطه يعني. تمام، هو الفكرة في الاخر ان احنا عايزين نعرف الطريقة ازاي. طيب، لو جينا نبص من هنا هتلاقي ان دي طبقة كده. احنا اللي يهمنا فيهم ان احنا نقفل الاتنين دول نخليهم واحد. امسك الاتنين وبعدين دوس كنترول جي. خلاص كده عامل لهم جوين، بقوا الاتنين قطعة واحدة. ونفس الفكرة هنا كنترول جي. طيب اللي هنعمله دلوقتي هو ان احنا عاوزين نقص الشكل ده، نقصه من هنا كده بحيث ان هو يمشي زي الريفرنس. طب احنا محتاجين حاجة من الكوبي اللي احنا اخدناه. هنخفي دول وهنخفي الكوليكشن بتاع الموديل كله. نظهر، خد بالك ده تبع الموديل. تمام، اظهر الكوبي. تمام، اللي محتاجينه هنا هو آه، احنا كنا اخدنا جزء، ايوه، اللي هو اللي هنا ده اللي تحت ده. ونفس الفكرة قدام، ايوه ده وده. ودوست سلاش تاني. ده اللي احنا محتاجينه، دول اللي هنعمل بيهم القطع اللي احنا عاوزينه. فاحنا هنعمل منهم كوبي ونوديهم على ايه اللوكيشن، الكوليكشن بتاع الموديل. كده عملنا منهم كوبي نوديهم على الموديل. تمام، خلاص اطفي بقى الكوبي. خلاص دوس سلاش وبعدين اطفي الكوبي. طيب نروح على الموديل، نظهر الكوليكشن. تمام، اللي عاوزين نشتغل عليه الشكل ده وده، والطبقتين اللي هي دي واللي هي هنا دي. تمام، والريفرنس، سيلكت الريفرنس. كده انا عملت سيلكت للحاجات اللي انا هشتغل عليها بس، بحيث ان هو يخفي لي كل حاجة ويسيب دول بس عشان نركز عليه مع الريفرنس. دوس سلاش. بالظبط، نبص من هنا نشوف الاول الشكل. ده شكل النعل من تحت اللي هنستخدمه ونقطع بيه الباترن اللي فوق. اول حاجة نمسك الشيب نفسه وبعدين نعمل له ابلاي للسب ديفيجن. ابلاي، ماشي، تدخل edit مود هتلاقيه لسه زي ما هو كده واخد الكيرف بتاعه. تمام، ونفس الفكرة هنا ابلاي. تمام، دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبص من هنا. خلينا نبدأ بده. طيب هو الباترن بتاعنا لو ظهرت الواير فريم كده تلاقي الباترن بتاعنا ماشي من هنا من جوه. عاوزين نمسك الشيب ونخلي حدوده على اول الريفرنس بتاعنا من جوه هنا عشان نقطع من جوه. طيب هنعمل كده ده ازاي؟ نمسك الشيب بتاعنا، ندخل في الايديت مود. اللي احنا محتاجينه منه هو الايدج اللي بره، الحواف اللي بره. نعمل سيلكت الايدج، الت وكليك، وبعدين حدد الحرف كله. الت تاني وشيفت كليك لحد لما ايه تمسك الحواف كلها، وتأكد ان هو عامل سيلكت للحواف كلها. لف حوالين الشكل كده. تمام، ده اللي احنا محتاجينه. تمام، بعد ما اتأكدنا من السلكشن ان هو عامل تحديد للحواف كلها هنعمل منها كوبي. شيفت دي، انتر، بعدين بي، سلكشن. تمام، اخرج بره الايديت مود وامسح الشيب ده. خلاص بقى عندك الاوتلاين ده اللي احنا هنستخدمه. ونفس الفكرة هنا، ادخل ايديت مود، حدد الايدج الحواف اللي بره، الت كليك، الت شيفت عشان تزود السلكشن. نفس الفكرة هنا ونفس الفكرة هنا. تمام، كده السلكشن على الحواف كلها وده اللي احنا عاوزينه. شيفت دي، انتر، بي، سلكشن، بعدين امسح الشيب نفسه. محتاجين الاوتلاين ده والاوتلاين ده. طيب هنبص للريفرنس، نمسك الحواف اللي احنا طلعناها دلوقتي، عاوزين نصغرها بحيث ان هي تمشي على شكل الباترن من جوه في الريفرنس. خد بالك. تمام، هنروح على الايديت مود، ندوس A ونعمل سيلكت
للشكل كله. بعدين ندوس Alt S وصغر لحد لما يجي حوافه بتاعته اللي جوه كده. تمام، حاول تظبطها على الباترن بتاع الريفرنس. طيب عشان نشوف احنا هنشتغل ازاي وهنحدد ايه بالظبط، بعد ما عملنا الحواف بتاعتنا طلعناها، اللي هو اللي هنا واللي هنا، احنا محتاجين دول بس اللي نشوفهم مع الريفرنس. فهنمسك الحواف ونمسك الريفرنس وندوس سلاش، بعدين ندوس سلاش تاني عشان يخفي لنا كل حاجة. احنا عاوزين دول بس دلوقتي. طيب هنمسك الحواف اللي هنا، نروح edit mode، نعمل select all، ماشي A، هيحدد لنا كل حاجة اللي هو ال الحواف دي. بعدين ندوس Alt S. Alt S بتعمل سكيل للشكل اللي انت عامل له select، يعني بطريقة كأنك بتعمل انكماش للحاجة. تمام، نظهر الفيرتكس ونبدأ نعمل ايه، نخلي الحدود ديت محددة الباترن اللي في الريفرنس من بره كده. هنمسك البروبوشنال اديتنج، هنمسك الفيرتكس من هنا وندوس جي شيفت زد. تمام كده، لازم تدوس جي شيفت زد عشان يتحرك معاك على نفس المستوى اللي هو واقف فيه. تمام، جي شيفت زد لحد هنا، وابدأ ايه ظبط الشكل بتاعك. جي شيفت زد كده مثلا. ممكن نقفل البروبوشنال اديتنج هنا، او نصغر او نخليها شغالة ونصغرها. جي شيفت زد وصغر، بس ان هو يدي تأثير على الجزء ده بس. نفس الفكرة هنا، جي شيفت زد لحد الزاوية، جي شيفت زد، صغر بروبوشنال لحد هنا، اقفل البروبوشنال و اشتغل انت براحتك. جي شيفت زد كده. تمام، جي شيفت زد كده، نفس الفكرة هنا. حلو، هنا بقى محتاج شوية جي شيفت زد، جي شيفت زد. ممكن نصغر الفونت ده كده عشان ما يضايقناش واحنا شغالين. جي شيفت زد كده. تمام، تمام كده احنا تقريبا ظبطنا الحواف، بحيث ان لما نستخدم الحواف دي تقطع لنا الباترن اللي احنا عاملينه، تدينا نفس القطع اللي في الريفرنس. تمام، هنبص من الزاوية هنا فين هو الشكل. ايوه هو ده. نسلكت all للشكل، حرف ال A يعمل select all، وبعدين نعمل له extrude لفوق، E Z عشان يطلع لفوق كده. ممكن تبص من هنا كده مثلا، تظهر الواير فريم وانت عامل لهم select كده S Z 0. تمام، ونفس الفكرة هنا S Z 0. اظهر السوليد، نبص من هنا، وبما انك عامل select دوس F عشان يعمل له fill. نحدد اللوب اللي تحت، Alt وكليك هيحدد لنا اللوب كله. F خلاص. تمام، دلوقتي هنعمل ايه، نظهر الشكل بتاعنا سلاش، هيظهر لنا كل حاجة. احنا عاوزين الشكل ده، ده اللي هنقطع بيه، وده اللي ايه، ده اللي هنقطعه. تمام، ومع الريفرنس دوس سلاش. تمام، لو جيت تمسك الشكل ده وتظهر الواير فريم، هتلاقي ان الشكل الباترن داخل جوه. احنا عاوزينه يقطع الجزء اللي جوه بس، عاوزين يقطع الجزء اللي جوه بس ويمسح اللي بره.
طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنمسك الباترن نفسه، نروح على add modifier، نضيف له من generate boolean. boolean هنا دي، البوليان لونها احمر لان هو مش محدد البوليان هيكون على ايه بالظبط. البوليان دوت هيساعدنا في قطع الباترن. تمام، فاحنا هنروح للاي دروبر من انها تحدد الاوبجكت بتاعك. الاوبجكت اللي هو الجسم ده كده هو عمل بوليان، بس محتاجين نشوف. لو جيت تظهر الواير فريم مش هيبان حاجة، بس هيبان امتى؟ لما تيجي هنا متغير من هنا للانترسكت كده. بص هو حذف اللي بره، ولو جيت تبص واير فريم هتلاقيه ساب لك اللي جوه. طيب احنا محتاجين اللي جوه ده بس. وانت عامل سيلكت للشكل بتاعك، لو انت دوست بره ودوست جوه كده ومش عارف تحدد، دوس دبل كليك عشان تحدد الشكل بتاعك. بعدين نروح للبوليان نعمل له ابلاي. تمام، دلوقتي امسح الشيب ده، تلاقي الشكل بتاعك ده كده عمل كده بالظبط، ده اللي احنا عاوزينه. طيب ندوس سلاش. خلاص احنا هنا جهزنا الجزء اللي هنا، باقي فيه بس اللي احنا نديله الانحناء بتاع النعل من تحت. دي ليها فيديو تاني هنعمله. نفس اللي احنا عملناه هنا هنعمله هنا. هنمسك الشكل بتاعنا ده، ونمسك الفيس اللي هو اللي تحت دوت. ايوه ده، لا ده فين؟ ايوه، ايوه ده اللي احنا هنستخدمه عشان يقطع لنا الشكل ده. وسلكت شيفت ده، ومع الريفرنس، ودوس سلاش. تمام، هو ما حدده. احنا كنا عاملين له اصلا. تمام زي الفل. طيب نفس اللي احنا عملناه في القطعة اللي كانت هنا، في الباترن اللي كان هنا هنعمله هنا، نفس اللي احنا عملناه بالظبط. تمام، وبكده احنا نكون خلصنا الفيديو ده، وان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ويا ريت لو في اي تعليق على الشرح او على اي حاجة مش فاهمينها، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله هنتكلم في المشاكل اللي بتقابلنا ونحلها سوا مع بعض. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.